السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو جبت لكم الفاتحه ديال الجزائريين بعد الزياره ديال سبيد للجزائر. حنا عارفين باللي الستريمر الامريكي سبيد كان تيقوم بجوله في افريقيا، فبعد الوصول ديالو للجزائر كان فاتح واحد اللايف اللي شفناه كاملين، وتقريبا شافتو شي 59 مليون على المباشر. بقى ليه واحد الاعتداء من طرف الجزائريين، وهذا الشيء هذا ضرب الجزائر. فالسيد كان غادي يعطيهم واحد الصوره كيفاش يكونوا دوله سياحيه، لكن كما تنقولوا شعب غير واعي، شعب غير مثقف. بلاصة ما يستغل هاد الفرصة اللي جاتو، قاموا بتشويه ديال الصورة ديال الجزائر. المهم نخليكم مع الفيديو، نتلاقاو مورا الفيديو. كاين فضائح ممكن تخبيها، كاين فضائح ما تقدرش تخبيها باسكو شافوها اكثر من 59 مليون انسان خلال البث المباشر. الستريمر الامريكي سبيد زار الجزائر، الحمد لله يا ربي، واخيرا سيساعدنا في الترويج للسياحة، ترويج للجزائر في العالم، وتولي الجزائر وجهة سياحية كبرى كما المغرب، كما تونس، كما مصر. سبيد راه يدير في جولة إفريقية، راح لعدة دول إفريقية، وأخيرا وصل إلى الجزائر وراح إلى منطقة جانيت في الصحراء. الزيارة تاعه كانت مليحة، استمتع بالوقت تاعه، ومن بعدها جاء إلى العاصمة، وهنا وين فغيمون صرات الفضيحة. مانيش نهضر على الزغاريت وعلى الرقص والشطيح والعشوائية في الملابس ووجود مجموعة كبيرة من الناس طايحين عليه، هذا العادي عندما تكون شخصية مشهورة في العالم. ولكن السيد فرضت عليه أشياء فردا. سبيد أيضا تعرض إلى السب وتعرض إلى الاعتداء، ودروا له عقله، ركبته الخلعة. شوفوا هذه المقاطع من الزيارة تاعو. Y'all niggas tripping. Put BBM out of this shit. These niggas tripping. We gotta go. What the hell? They shooting. Bro, hey, right here. Oh, no. What you What's going on? No. السيد هودوه الى ساحه عامه، لقى الاحصنه، لقى صحاب البارود. بصح ما تخلعش انسان بهذه الطريقه، تقعد تيري هكا وكي يقول لك نو معناتها نو مره واحده. هو كررها اكثر من 15 مره خلال هذاك المقطع، ومع ذلك فرضوا عليه انه هو يطلق الرصاص ولبسوه برنوس، يعني طريقه سخيفه جدا، طريقة مخيفة جدا بالنسبة لواحد مشي متعود على هذه الأجواء. علاش تفرض عليه؟ خلي له الخيار. داوه تاني إلى واحد المكان خلال الزيارة تاعه في العاصمة. هذا المكان هو اللي يبيع بيتزا كاري، واللي هو كلاها وما عجباتاش الحقيقة. كلا حاجة واحدة أخرى عجباتها، بصح بيتزا كاري ما عجباتاش. وتلاقت تماكينة مع واحد السيد بانت لها بلي هذاك هو المكان المناسب وين السيد يكون ياكل باش يوري له شعره ويعطيه يتلمسه. What the? Oh, damn! I think some guy shot you. What the hell? تصرفات فردية بصح مثيرة للتقزز صراحة. كاين حاجة واحدة أخرى صرات باغي نوريها لكم، شوفوا هذا المقطع. This Bruce Lee? What the heck? What the hell? Bro. Wait, come on. Bro, why we got a Bruce Lee in Algeria? المفروض أنه هذا هو ترويج للسياحة في الجزائر واستقبال جيد لضيف عالمي بهذه الطريقة، بالتنقاز واستعراض العضلات هناك مشاكل بزاف صراو خلال هذه الزيارة أو خلال هذا الاستعراض اللي نظمه النظام الجزائري والمخابرات الجزائرية، زعما لكي يكون أفضل استقبال حصل في تاريخ هذا الستريمر، ولكنه كان الأسوأ على الإطلاق إلى حد الآن، إلى درجة أنه تم سبه من قبل أحد المراهقين الشباب كي كانوا زعما مدخلينه باش ياكل ويتذوق الأطباق الجزائرية.
في القصبة يجي واحد المراهق يقول له you're fat، يعني انت سمين، وهو ياكل. شوفوا معايا المقطع. Potato salad. Try this salad. Try this. Spin your fat. Bro, what, bro? What you say, bro? What? What you say, bro? Where you going? What you fat? What, bro? You're fat. What, bro? You're fat. I'm fat. You're fat. I'm fat. You're fat. Do this. Do this. Do this. You're still fat. Do this. You do it. Do it. You do it. I won't. Do it. قلة تربية وصاي. هذا ترويج عكسي للسياحة، ترويج عكسي للثقافة الجزائرية، ويعكس أيضا الشخصية وقلة التربية الجزائرية للأسف. سبيد داوه في آخر الجولة زعما إلى أحد الملاعب الجزائرية باش يحضر مباراة بين فريقين وطنيين، والشيء اللي صرا هو أنه تعرض للرمي بقارورات المياه من المشجعين، الناس اللي كانوا في الستاد. آلاف، عشرات الآلاف من الناس قاعدوا يقيسوا عليه هو والفريق تاعو في القارورات ويطردوا فيه ويقول له بلي انت غير مرحب بك في الملعب. هذا اللي مفروض راهم يستعملوه لكي يروج للسياحة والثقافة الجزائرية. شوفوا مقطع من الفيديو. I'm about to leave, y'all. I ain't gonna lie. Hey, calm down, calm down. Oh, they're on the camera. They're on the camera. No camera. Hey, let's get out there. Huh? Wait, it's okay. Okay. Get out of here. Let's get out of here. I'm leaving. We are out, bro. Guys, move out the way. We leaving, chat. Thank you for water. Open up. قال لك زعما باللي المشجعين ما كانوش باغينه يصور. مي راكم في ستاد فيه كاميرات تاع تلفزيون وكاميرات تاع كل الصحافة، كيفاش يعني ما يصورش؟ وهل هذا يبرر أنه نتوما تتعداو عليه وعلى الفريق تاعو بهذه الطريقة؟ وين كان الأمن الجزائري؟ كيفاش يسمح بحدوث شيء من هذا القبيل على أي إنسان مهما كان؟ إذا جاء ضيف البلاد لا يمكن أن يتم التعامل معه بهذه الطريقة العنيفة. في الحقيقة أنه ما حصل خلال جولة سبيد في العاصمة بشكل خاص هو فضيحة وكارثة، كارثة تعكس سوء التسيير والإدارة تاع المسؤولين، الناس اللي نظموا له هذه الجولة داروا أسوأ تنظيم ممكن، وأيضا تعكس بشكل خاص الشخصية والثقافة الجزائرية اللي فيها ثغرات، ثقوب سوداء في الحقيقة، ماشي برك غير ثغرات. الناس يحاولوا أنه يفرضوا على الآخر أنه يجرب الأشياء، في حين الموضوع لازم يكون اختياري. عرض الثقافة تاعك، شرح له ما هي، وخلي له الخيار في أن يجرب أو لا يجرب، يشارك أو لا يشارك، ماشي تفرض عليه بهذه الطريقة السوقية المنحطة. وموضوع تواجد الأطفال أيضا في الشوارع، وأنه يرفدوا له طفل ويقول له بوسه سلم عليه، سيد تخلع ما حكم والو. احنا مقودين، نعرفوا رواحنا بيناتنا بلي مقودين، بصح ما تروجوش لهذه القوادة أمام الأجانب، لأنه أمر سيء جدا 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 ولا يخدم الجزائر نهائيا، خاصة في هذه المرحلة وين ديجا السمعة تاع الجزائر والجزائريين راهي في الحضيض، وزدتوا عميدوها تاع الصح من خلال ما حدث في هذه الجولة. ماذا بيا نسمع رأيكم في التعليقات أصدقائي. شكرا لكم على المتابعة، وكاين فيديو كامل لايف درتو للتعليق على الفيديو اللي هو حطه في القناة تاعه، شوفوه موجود في القناة. شكرا لكم وأراكم في فيديو آخر. كيما شفتوا الخوت هادشي اللي كان عندنا في هذا الفيديو، تنتمنى الفيديو يكون عجبكم. كيما شفتوا هاد الجزائريه صراحه الجزائريه حره، ما باغاش مضر لبلادها وما باغاش الصوره ديال الجزائر تشوه. صراحه هاد الافعال اللي تيقوم بها الشعب الجزائري ماشي ما تنعممش، ولكن الاغلبيه صراحه تصرفات تضر بالجزائر. تنتمنى يحاولوا يصلحوا هادشي هذا